النهاردة أنا جايالك ب 13 سؤال محتاج إن أنت تسألهم لنفسك وتاخد طاقتك إن أنت تبدأ إن أنت تجاوب على نفسك فيهم، علشان دول اللي هيوروك أنت إيه في حياتك دلوقتي، أنت إيه مكانتك، إيه اللي أنت محتاجه وإيه اللي أنت مش محتاجه. أول حاجة وهي إيه الأجزاء اللي في نفسك اللي محتاج إن أنت تغيرها. يعني لو أنت قاعد مع نفسك قدام مراية كده، إيه الحاجات اللي أنت عارف إن هي مش أحسن حاجة فيك، ابدأ ان انت اكتبهم في ورقة او ان انت تفكر فيهم بتمعن قوي، وتبدأ ان انت تشوف انا ليه بعملهم. طيب انا دلوقتي اعمل ايه عشان ابدأ اقلل منهم واحدة واحدة لحد ما الحاجات دي تختفي. مش بس كده، كمان انت تركز ايه الحاجات الحلوة اللي فيك. يعني مش تقعد تنتقد في نفسك وتقول الحاجات الوحشة بس، لا، تبقى عارف برضو ان احنا كل واحد فينا في حاجات حلوة محتاج ان هو يركز عليها، ولو اداها الاهتمام الكافي هتكبر وهتزيد وهتبقى حاجة بتميزه وسط الناس اللي حواليه. تاني حاجة ودي مهمة جدا وكتير مننا بينسى ان هو يعملها، ان انت ايه الحاجات اللي انت محتاج تعملها علشان تبقى معاملتك سلسة وحلوة مع الناس اللي حواليك. يعني لو بأبسط حاجة ان انت تبقى دايما مبتسم قدام الناس اللي معاك، مش دايما مكشر ودايما مش طايق نفسك ودايما بتنشر طاقة سلبية للناس اللي حواليك. لا، ابدأ اسأل نفسك هو انت ليه بتعمل حاجة زي كده، ايه الحاجة اللي مخليني دايما مضغوط او دايما بنشر الحاجات السلبية اللي جوايا. اشتغل على حاجة زي كده، لان صدقني فكرة ان انت تبقى على طول مكشر قدام الناس، على طول تبقى طاقتك سلبية للي حواليك، دي مش احسن حاجة. جرب ان انت تنشر ابتسامات طول ما انت موجود في المكان اللي انت فيه، او حتى لما تدخل مكان جديد تصبح على الناس اللي حواليك. الحاجات دي بتفرق جدا. او حتى تقدر ان انت تشتغل على نفسك بان انت ترمي كلمة حلوة لحد انت شايفه، او تبدأ تساعد حد هو محتاج مساعدة، او تبدأ ان انت تقدم له ايدك وهو محتاج ان حد يسنده. الحاجات دي على قد ما احنا بنقدمها للناس اللي حوالينا، على قد ما دي رد فعلها بيكون حلو قوي علينا. تالت حاجة محتاج ان انت تعملها او سؤال محتاج تسأله لنفسك، انا شخصيا بسأله لنفسي، وهو انا لو عدى بيا 5 سنين من دلوقتي انا هشوف نفسي ازاي، او هتمنى اكون حققت ايه، سواء في حياتي العملية او في شغلي او في العلاقات اللي حواليا. هتمنى ان انا اكون وصلت لأني مرحلة بالظبط. السؤال ده دايما بيخليني لو انا في وقت حسيت ان انا خرجت عن الطريق اللي انا رسمان نفسي، بيخليني ارجع له تاني، لان انا لا، انا مش عايزة اضيع وقت، انا مش عايزة يعدي بيا الايام واحس ان انا ما وصلتش للحاجة اللي انا عايزة اوصل لها. اوقات كتيرة بيجي علينا وقت بنحس ان احنا لا، احنا مش قادرين نكمل، خلاص كفاية كده. بس لما تسأل لنفسك السؤال ده هتفهم اصلا ايه الهدف الاكبر اللي انت كنت محتاجه، ايه الهدف الاكبر اللي انت محتاج اصلا ان انت توصل له وتسعى علشانه. فدايما كل فترة اسأل نفسك السؤال ده، انا لو عدى بيا فترة من الزمن ولو نقول مثلا 5 أو 6 سنين، احنا هنتمنى نكون فين بالظبط. رابع حاجة وده سؤال صعب شوية، وهي ان انت تقعد مع نفسك كده وتشوف العلاقات اللي انت مريت بيها في حياتك قبل كده. ايه الحاجات اللي انت كنت غلطان فيها، وايه الحاجات اللي الطرف التاني كان غلطان فيها، بس تركز اكتر على الحاجات اللي انت كنت غلطان فيها. لو لقيت ان انت ما كنتش غلطان في حاجة او ما كنتش سبب في ان العلاقات دي تنتهي، خلاص اقلب الصفحة دي وما تفكرش في الصفحة دي ابدا وابدأ صفحة جديدة. لو لقيت ان انت كان في حاجات سبب ان العلاقات دي تبوظ او ان العلاقات دي تفشل بطريقة ما، حاول على قد ما تقدر تعرف ايه الحاجات اللي كانت سبب جواك انت ان هي تسبب في فشل علاقة، واشتغل عليها بحيث ان انت تبقى فاهم نفسك اكتر اما تدخل في علاقة جديدة. وطبعا لو انت قدرت ان انت تواجه نفسك وشفت ان انت كنت غلطان في علاقة ما، وحبيت ان انت ترجع للشخص ده او حبيت ان انت تعتذر له، وفعلا نيتك صادقة تماما ان انت هتتغير في كل الحاجات اللي ما كانتش كويسة فيك، فحاول ان انت تاخد الخطوة دي وحاول ان انت ترجع للشخص ده وتعتذر له، بس تكون نيتك صادقة ان انت فعلا اتغيرت في كل الحاجات اللي سبب في فشل العلاقة دي. خامس سؤال وده انت محتاج ان انت تسأله لنفسك بتمعن جدا، وهو انا علاقتي بربنا عاملة ازاي؟ هو انا قريبة من ربنا ولا انا بعيدة؟ هو انا بقرب شوية ولا انا ببعد شوية؟ هو انا محتاج ان انا اعمل ايه حتى لو خطوات بسيطة ان انا اقرب من ربنا، واحاول ان انا ابقى دايما متصلة بربنا بطريقة ما.
دي من اهم الاسئله اللي محتاج تسالها لنفسك، لان هي بناء عليها هيترتب كل حاجه في حياتك. على قد ما الدنيا فيها صعوبات ومشاكل وضغوطات وحاجات احنا بنواجهها لاول مره، على قد ما علاقتك بربنا هي اللي هتخليك مسنود وهتخليك قوي وهتخليك قادر ان انت تواجه الحاجات اللي انت كنت متخيل ان انت عمرك ما هتقدر تواجهها. سادس سؤال محتاج ان انت تساله لنفسك: ايه النعم اللي حواليك؟ انت لو قعدت تركز في كم النعم الصغيرة والكبيرة اللي حواليك، انت مش هتقدر ان انت تعدها كلها من كتر ما هي تبقى كتيرة جدا. بس ممكن يكون منها حاجات كتيرة برضو احنا مش واخدين بالنا، عشان ألفنا النعمة، عشان حسينا ان دي حاجات اصلا طبيعي تكون موجودة، بالرغم ان لو حصل فجأة ان الحاجات دي ما بقتش موجودة هنحس بقيمتها فعلا. فدايما شوف ايه النعم اللي حواليك، وحاول ان انت ما تنساش النعم اللي موجودة حواليك، ودايما تركز ان انت ازاي تحافظ عليها او على الاقل تقدر وجودها. سابع سؤال محتاج ان انت تسأله لنفسك، وهو الحاجات اللي انت حققتها في حياتك لحد دلوقتي، انت راضي عنها ولا لا، وفخور بيها ولا لا؟ ولو انت قادر ان انت تركز هو انت كنت تتمنى ايه من سنين فاتت، وتشوف انت وصلت لايه دلوقتي، هتلاقي ان في حاجات كتيرة قوي انت محتاج تبقى فخور بنفسك فيها، ان انت وصلت لها وتخطيتها. انت كنت ممكن اصلا تقول زمان ان انت عمرك ما تقدر ان انت تتخطاها ولا تقدر ان انت تعملها. فدايما حاول ان انت تركز انت وصلت لايه دلوقتي، ونظرتك بتاعت زمان كانت هتشوف اللي انت فيه ده دلوقتي بشكل عامل ازاي. تامن سؤال محتاج ان انت تسأله لنفسك، وهو علاقتك بالناس اللي حواليك. تستاهل فعلا الحب اللي انت بتديها لهم؟ يستاهل فعلا ان انت تقول على الدايرة القريبة منك ان هي فعلا قريبة، ولا انت محتاج تعمل فلتر لشوية ناس؟ او مش فكرة فلتر ان انت تشيلهم، لا، بس تبقى على الاقل حاطط كل واحد في المكانة بتاعته اللي هو يستاهلها. محتاج ان انت تعمل كده، علشان اوقات كتيرة قوي احنا بنخلط الامور ببعضها، وبنشوف ان في ناس قريبة مننا هي اهم حد في حياتنا وهي اساس حياتنا، في حين ان ما بيكونوش يستاهلوا نفس المكانة دي. والعكس على فكرة، في ناس ممكن نكون هاملينها مش مدينها اي اهتمام، وهم يستاهلوا كل الاهتمام والحب اللي احنا مش مديهولهم. تاسع سؤال محتاج تسأله لنفسك، وده محتاج تفكير عميق جدا، وهو ايه هدفي اصلا في الحياة؟ مفيش حاجة اسمها انا ماليش هدف، مفيش حاجة اسمها انا ماشي كده الدنيا زي ما تيجي تيجي. على فكرة لو انت ماشي زي ما الدنيا تيجي تيجي، هتحس في وقت من الاوقات ان انت شخص ملوش اي لازمة، او انا مش عارف انا ليه تايه. هو انت تايه عشان ببساطة ما حطيتش لنفسك هدف انت عايز توصل له. الهدف مش شرط خالص يكون في شغل، يكون في حياة عملية. الهدف ممكن يكون حاجة في شخصيتي انا عايز اغيرها، حاجة في علاقاتي انا عايز اعملها، حاجة انا عايز ازودها عموما في حياتي. الاهداف بتختلف من شخص لاخر، بس المهم ان يكون عندك هدف انت اصلا عايش علشان. عاشر سؤال محتاج ان انت تسأله لنفسك، عاشر سؤال محتاج ان انت تسأله لنفسك، وهو ايه الحاجات اللي تستاهل ان انا اديها طاقتي ومجهودي؟ يعني احنا بنبذل طاقات ومجهود في حاجات ما تستاهلش خالص. اتعلم دايما ان مش اي حاجة طاقتك تهدر عليها، وفي نفس الوقت تشوف ايه الحاجات اللي فعلا تستاهل ان انا اديها وقتي وطاقتي وتركيزي واشتغل عليها، والحاجات اللي ما تستاهلش ابعد عنها تماما. السؤال ال11 وهو من اصعب الاسئلة ليا انا شخصيا، وهو ان انا بواجه نفسي ايه اكتر حاجات انا بخاف منها. حاجات سواء في المستقبل او حاجات في حياتي دلوقتي، تحاول ان انت على قد ما تقدر ان انت تواجهها وتعرف انت ليه اصلا بتخاف منها. لان معظم الخوف اللي بيجينا بيكون بسبب حبنا او تعلقنا بحاجة معينة، ايا كان شخص او حاجة معينة. فبنبقى دايما جوانا خوف ان الحاجة دي ما تكونش موجودة، او خوف ان الحاجة دي لو حصلت احنا مش هنقدر ان احنا نتقبل ان هي تحصل. فدايما واجه حاجة زي كده، ودايما بص للورست سيناريو او اوحش حاجة ممكن تحصل، انا ساعتها هعمل ايه، او انا ساعتها ابقى محضر نفسي او مأمن نفسي ان انا اقلل تأثيرها الوحش او السلبي عليا. السؤال ال12 وده من اهم الاسئلة اللي انت برضو محتاج تسألها لنفسك، وهو انا الكفاية بالنسبة لي ايه؟ ان انا اوصل ان بيني وبين نفسي انا خلاص مكتفي، او انا satisfied، او انا that's enough for me، ان انا اوقف لحد كده. دي بالنسبة لك ايه؟ على قد ما في ناس بيبقى دايما عندهم طموح عالي قوي، بس اوقات الطموح الزيادة قوي 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 والسرعة الرهيبة فيه بيخليهم ان هم يحبطوا وينزلوا خالص، لان هم ما بيبقوش عارفين يواكبوا السرعة اللي هم راسمينها في دماغهم، وده بيكون ظلم ليهم.
دايما اتعود ان كل مرحلة في حياتك طبعا يكون عندك طموح ايا كانت ايه هي، بس تبقى عارف ان انا في سقف ليا، انا كده كفاية، انا كده مرتاح، واشوف المرحلة اللي بعدها هتبقى عاملة ازاي. السؤال الاخير، وده برضو من الاسئلة اللي احنا بتكون بالنسبة لنا مخيفة شوية ان احنا نسألها لنفسنا، وهي انا مين دلوقتي؟ انا لو محدش باصص عليا، محدش شايفني، انا بيني وبين نفسي انا اني شخص؟ هو انا فعلا نفس الشخص اللي بيظهر قدام الناس، او نفس الشخص اللي عامل شو معين ليا بس انا بيني وبين نفسي كده؟ طيب هو انا الحاجات اللي هي ظاهره قدام الناس ان هي كويسه فيا، هل هي فعلا كويسه ولا انا مجرد بظهر ده وخلاص؟ ايه الحاجات اللي بيني وبين نفسي عارفه ان محدش عارفها عني، انا محتاجه ان انا اخليها احسن واخليها تظهر بطريقه احسن واشتغل عليها؟ وفي نفس الوقت الحاجات الوحشه اللي محدش يعرف عنها حاجه، ان انا ابدا ان انا ابطلها او تدريجيا اخليها ما تاثرش عليا بالشكل اللي كنت بتعامل بيه مع الناس فيها. من اصعب الحاجات اللي ممكن نعملها في نفسنا ان احنا نقف قدام المراية ومحدش شايفنا خالص ونقول هو انا وحش في كذا وانا كويس في كذا. كلمتي الاخيرة كالعادة ليك، وهي ان احنا دلوقتي حياتنا بقت اصعب، بقى فيها صراعات اكتر، بقى فيها مشاكل اكتر، بقى فيها ضغوطات من شكل مختلف. فدايما حاول ان انت تختار المعارك اللي انت تدخلها، اختار نفسك الاسئلة الصح اللي انت فعلا محتاج تسألها لنفسك، علشان بناء عليها تعرف بعد كده انت تبذل مجهود في ايه وما تبذلش مجهود في ايه. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.